منذ ساعات قليلة أعلنت الفنانة شيرين عبد الوهاب خطوبتها من شخص خارج الوسط الفني، وأكدت القاهرة 24 أن خطيبها مش عايز يعلن عن أي تفاصيل، وإن كتب كتابها سيتم في فترة قريبة جدا. وأعلنت قبل كده الفنانة شيرين عبد الوهاب أنها بتعيش قصة حب كبيرة مع خطيبها، ووصفت نفسها بزينة العرايس. الأغنية دي كانت أحد أعمال شيرين واللي قدمتها لابنة المنتج محمد السعدي في حفل زفافها، وأكدت شيرين أن الأغنية دي كانت وش السعادة عليها. خبر خطوبة شيرين انتشر بسرعة كبيرة بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، واللي عبروا قد إيه شيرين سريعة في حياتها. لكن الغريب الملفت رد فعل طليقها الفنان حسام حبيب، وهو أول واحد يبارك لها من خلال رسالة صوتية وقال فيها: ألف مبروك، وبتمنى ليكي أحلى حياة في الدنيا، يا رب أشوفك أسعد واحدة، ربنا يفرحك دايما وتكوني أسعد واحدة، ومبروك لخطيبك وربنا يوفقكم وتعيشوا أحلى حياة، وإن العشرة والصداقة هي اللي بتدوم. بتمنى لك الرضا والسعادة وكل حياة حلوة في الدنيا، كل حاجة حلوة في الدنيا والنجاح، وتفضل كده يا أحلى حب في الدنيا. وعلى موقع اكس تويتر صدرت المطربة شيرين عبد الوهاب ترند زينة العرايس، وأول من بارك لها مطربة تونسية لطيفة. كتبت لطيفة: مبروك لزينة العرايس، ويا رب ترجع شيرين اللي نعرفها بالحب الصادق والاختيار الصائب. أما عن ردود أفعال المتابعين، منهم اللي انتقد سرعة ارتباطها، ومنهم اللي شايف إنها تعيش حياتها وإن الحياة مش بتوقف على راجل خالص. وقال أحد المتابعين: شيرين اتخطبت رسميا لرجل أعمال وبكده مش هترجع لحسام حبيب، صدقت ليلى عبد اللطيف. ومتابع آخر قال: مبروك للفنانة شيرين خطوبتها على رجل الأعمال اللي مش عايز يقول اسمه إلا بعد الجواز ما يتم. ومتابعة أخرى قالت: ليا وليا ما تشوفي عيالك وولادك وتهدي الواحدة تبقى 50 و60 سنة وفاكرة نفسها نقطة. شاركونا برأيكم في التعليقات، هل شيرين اتسرعت في خبر خطوبتها لرجل الأعمال ولا المفروض تشوف حياتها أفضل؟